لو انت حاسس ان انت فعلا بتعمل مجهود سواء بقى متقدر او مش متقدر، انا عايز افرحك اللي انت كده بتثقل مهاراتك وخبراتك والبورتفوليو بتاعك، فمفروض تبقى مبسوط في اللحظه دي. طيب لو انا شايف ان الشركه مش مقدراني او مديري مش مقدرني، اول حاجه انا انصحك اقعد مع مديرك الاول. لو مديرك سمع لك هيبدا يتكلم لك، لو مديرك ما قدرش يسمع لك او ما قدرش يطلب لك حاجه، هنا هنجو على النصيحة التانية، ألا وهي ابدأ دور على عروض تانية. وزي ما بقول لك انت هنا في ميزة اللي انت بتثقل خبراتك ومهاراتك، ومفروض كمان يبقى عندك اتشيفمنتس. لو انت هتقدم على شغل الطبيعي مش هتقبل اول فرصة تجيلك على طول، هتقدم في شغل في اكتر من مكان، هيجيلك اكتر من عرض وظيفي، فبالتالي هتبدأ تقيم العروض اللي جايه لك حسب بقى تفضيلك. انا محتاج سالري زيادة، انا بسأل على بيئة العمل، يا سلام لو انا عارف فيدباك عن الإدارة جوه والمدير اللي هشتغل معاه. فبالتالي اجين انت في الوين سيتويشن اللي من طرفك، يا اما حد هيتكلم لك والاداره تبدا تسمع لك، يا اما هتبدا تموف على اوبورتيونيتي تانية، وموست بروبابلي الاوبورتيونيتي دي هتبقى افضل.